بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي ومتابعي قناة كورة أونلاين في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وأهم وآخر أخبار الدوري السعودي للمحترفين. في البداية وقبل الدخول في تفاصيل الأخبار، ما تنساش عزيزي المشاهد الاشتراك في القناة وتفعيل رمز الجرس علشان توصلك كل أخبارنا الجديدة. بات النادي الأهلي السعودي على أعتاب خسارة صفقة مميزة من الدوري الإيطالي بهدف تدعيم خط وسط الفريق مع انطلاق الموسم الرياضي الجديد، حيث استطاع النادي الأهلي تحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية للفريق بالدوري على الحزم ب3 أهداف مقابل هدف واحد. وعلى مدار الميركاتو الصيفي الحالي ارتبط اسم بوتر زينيلسكي بالانتقال إلى النادي الأهلي، حيث يطمح الراقي بقيادة مدربه الألماني ماتياس ياسليه لإضافة آخر حلقات خط الوسط بجلب نجم نادي نابولي الإيطالي. وبحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا خبير سوق الانتقالات، حيث أكد أنه من الممكن أن يرفض بوتر زينيلسكي عرضا مغريا من جانب النادي الأهلي السعودي لأسباب عائلية، حيث عرض النادي الأهلي على لاعب نادي نابولي عقدا حتى عام 2026 قدرت قيمته ب 15 مليون يورو في الموسم الرياضي الواحد، خاصة وأن المحادثات باتت في حالة جمود بين الطرفين في الفترة الأخيرة. وفي سياق آخر، كشفت تقارير صحفية واردة في صحيفة الرياضية السعودية عن آخر تطورات مفاوضات مجلس إدارة نادي الاتحاد مع نظيرتها في نادي الشباب من أجل الحصول على خدمات المدافع الدولي الشاب حسان تنبكتي، حيث لاقى حسان تنبكتي اهتماما كبيرا من عدة أندية في الدوري السعودي من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث ارتبط اسم حسان تنبكتي برغبة من جانب نادي الهلال والنادي الأهلي ونادي الاتحاد ونادي النصر في التعاقد مع المدافع الشاب. يذكر أن حسان تنبكتي يرتبط بعقد مع نادي الشباب حتى أواخر شهر يونيو من عام 2027، بعدما قام اللاعب بتجديد تعاقده مع نادي الشباب خلال شهر يناير الماضي. وفي تطورات عاجلة، أكدت صحيفة الرياضية السعودية إلى أن إدارة نادي الاتحاد تنتظر رد إدارة نادي الشباب على عرضها الثاني المقدم لشراء عقد اللاعب حسان تنبكتي، وذلك بعد رفض العرض الأول والذي قدر بنحو 50 مليون ريال. وأشارت الصحيفة إلى أن العرض الثاني يتضمن معرفة متطلبات نادي الشباب المالية من أجل دفعها وحسم الصفقة لإنقاذ دفاع الفريق في ظل اكتمال صفوف الأجانب في الفريق العميد. كما أوضحت الصحيفة أن البرازيلي فابينيو أصبح جاهزا لخوض مواجهة نادي الراد والمقرر لها الأحد ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسى عزيزي المشاهد دعمنا بلايك وشير للفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.